مشاهدينا الكرام، أهلا بكم مرة أخرى. ومشهد وكواليس الدستور، لابد أن احنا نتبحر بداخل الدستور ونتعرف على مواد الدستور والتعديل اللي تم بالدستور عشان نعرف احنا هيتم استفتائنا على ايه، وبنعم ليه ولا ليه. ده اللي هنحاول نعرفه من خلال لقائنا بسيادة المستشار عبد الرؤوف محمد عبد الرؤوف، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة. أهلا بحضرتك معانا وسعداء بوجودك معانا، وصباح الخير. صباح الخير، اهلا وسهلا. سيادة المستشار، يهمنا جدا في بداية حديثنا عن الدستور، طبعا احنا كنا بنتابع أثناء وضع وتعديل المواد الدستورية، ثار الجدل حول مواد الهوية. تقدر حضرتك توضح لنا ما انتهى إليه هذا الخلاف؟ طبعا هو بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبه للمواد الهويه، احنا عارفين ان بعض الاراء او في الدستور 2012 يعني كانوا عايزين يصبغوا الدستور بصبغه دينيه، وحاولوا المستحيل طبعا في لجنه ال50، الا ان الحمد لله انتهوا الى ان الدستور الحكومه مدنيه في الديباجه. وانا عايز بس الاول قبل ما نتكلم عن مواد الهويه، عايز اتكلم عن حاجه. ان في الماده الاولى بيقولوا ان جمهوريه مصر العربيه دوله ذات سياده موحده لا تقبل التجزئه ولا ينزل عن شيء منها، نظامها جمهوري ديمقراطي على اساس المواطنه وسياده القانون. مثلا ممكن حضرتك تقولي لي ليه مكتوب لا تقبل التجزئه ولا ينزل عن شيء منها؟ ما هي دي حاجه طبيعيه ومنطقيه. يعني ايه لا تقبل التجزئه ولا ينزل عن شيء منها؟ بعد الفتره بتاعت حكم مرسي دي احنا لقينا فيه يعني ثغرات مثلا، يعني لا، محاوله لاقتطاع اجزاء من مصر، بالزبط. محاوله لاقتطاع اجزاء من سيناء لضمها الى حماس او الى غزه، وبعدين التنازل عن المنطقه بتاعت قناه السويس بمشروع اقتصادي، انما هو خارج تماما عن السيطره المصريه وعن القانون المصري وعن القضاء المصري. فطبعا تم النص على الموضوع ده علشان ما يتكررش يعني. اما بالنسبه للهويه، فالماده الثانيه بتقول الاسلام دين الدوله واللغه العربيه لغتها الرسميه ومبادئ الشريعه الاسلاميه المصدر الرئيسي للتشريع. يبقى اذا احنا يعني مبادئ الشريعه هي المصدر، مبادئ الشريعه مش احكام الشريعه زي ما كانوا عايزين، هي المصدر. واحنا اتكلمنا على الفرق بين مبادئ الشريعه. تفرق في ايه احكام الشريعه ومبادئ الشريعه عشان نوضحها برضو للساده المشاهدين؟ مبادئ الشريعه دي المبادئ العامه اللي بتحدد يعني الشكل العام او عايز اقول الاهداف العامه يعني مثلا الحق، المساواه، العداله، الحريه، هي دي المبادئ العامه اللي الشريعه الاسلاميه. اما تفاصيل الشريعه الاسلاميه اللي هي الاحكام، لو قلنا احكام بناء على ايه؟ الاحكام مختلف عليها، ما فيش حاجه في الشريعه الاسلاميه متفق عليها. حتى المبادئ الاساسيه كلها مختلف عليها. فهل هنطبق احكام بالنسبه لوجهه نظر الاخوان، بالنسبه لوجهه نظر السلفيين، بالنسبه لوجهه نظر الازهر، بالنسبه لوجهه نظر الجهاديين؟ كل الناس مختلفه عن بعضها. فاحنا لما بنتكلم في مبادئ، احنا بنتكلم في قيم الحق والعداله والحريه والعدل. كل القيم دي قيم عامه للاسلام. طيب، يمكن في السنوات الأخيرة كان هناك تردد في بعض الآراء على إلغاء الهوية المصرية والاقتصار على الهوية الإسلامية. هل تعرض الدستور لهذا الخطر؟ لا طبعا. هو نص في المادة الأولى على أساس المواطنة وسيادة القانون. والحقيقة يعني مبدأ المواطنة، يعني كل المصريين أمام القانون متساويين بصرف النظر، وفي مواد في الدستور واحنا هنتعرض لها بعد كده، بصرف النظر عن الدين أو الجنس أو اللغة أو التقاليد أو اللون. فكل المصريين متساويين طبقا لما نص عليه على أساس يقوم على أساس المواطنة. طيب، تضمنت مسودة الدستور أخيرا تم الانتهاء من مسودة الدستور، وهل تضمنت ما يفيد ترسيخ مبدأ المواطنة ولا لا؟ طبعا في المادة 53 من الدستور وضع المسودة النهائية. ايوه فندم. واستقروا عليها أخيرا الحمد لله. ايوه فندم. في المادة 53 المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي
او الانتماء السياسي او الجغرافي او لاي سبب اخر. يعني هنا ده ترسيخ لمبدأ المواطنة اللي نص عليه في المادة الأولى، بيتكلم بالتفصيل انه لا تفرقة المواطنون سواء، ولا تفرقة بين اي مصري ومصري باي سبب، سواء دين، عقيدة، جنس، اصل، عرق او لون او اعاقة او اعاقة او اي حاجة. والتمييز والحض على الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون. كان لازم يبقى فيه عقوبة، لان في ناس بتحاول انها تعمل فتنة وتفرقة بين مسلم ومسيحي، تفرقة بين رجل وامرأة، تفرقة بين، لا، التمييز والحض على الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون. طب كويس. وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، ونظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض. طيب يعني من وجهة نظر حضرتك بالنسبة لهذه المسودة وإن هي لم تخلو من مبدأ المواطنة، هل في بعض من الثغرات تشكك أي فرد يكون حريص على استفتائه في الدستور ولا لا؟ احنا يعني مش يعني تشككي في ايه؟ اذا كان القانون بيرسخ مبدأ عدم التمييز، المساواة بين جميع افراد جميع المواطنين، وعدم التمييز بين اي مصري واخر باي شكل من الاشكال زي ما قلنا بالتفصيل. فده ترسيخ لمبدأ احنا كلنا متساويين، المرأة زي الرجل، الكبير زي الصغير، المسيحي زي المسلم، اي يعني حد. ما سابوش ولا جزئيه؟ لا يا فندم، كل تمام. حاجه زي ما قريت الماده بالتفصيل. طيب. يهمنا طبعا حقوق المراه، يعني يعني احنا مش متحيزين، ولكن برضو لان كان هناك جدل كثير جدا وفي الدستور اللي تم عمله قبل كده كان في بعض من النقاط يعني تناثرت من حقوق المرأة، فاحنا برضو يهمنا حضرتك توضح لنا هل في مادة يعني بتهتم بحقوق المرأة وادتها الحقوق كاملة، ولا في بعض من النقاط نقص؟ المادة اللي بتتعلق بالمرأة وحقوق المرأة دي أثارت الكثير من الجدل والمناقشات والاعتراضات، وطبعا كان حزب النور بيقوم على هذا الاعتراض، لأن حزب النور لا يعترف أساسا بالمساواة بين الرجل والمرأة بشكل أساسا يعني. ولكن الحمد لله الأغلبية الساحقة في لجنة ال50 استقرت أخيرا على المادة 11، وبتحدد الحقيقة المرأة خدت حقها ويمكن وزيادة شوية يعني. ازاي خدت زيادة شوية؟ ازاي؟ يهمنا، عايزين نعرف. هقول المادة 11 بتقول تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور. يعني الحقوق المدنية والسياسية واللي طبعا من حقها الترشيح، والاقتصاديه من حقها العمل وان يكون ناتج عملها يعود اليها هي شخصيا مش لحد تاني، والاجتماعيه عدم التمييز بين المراه والرجل في المجتمع وعدم احساسها بانها اقل، والثقافيه وفقا لاحكام الدستور. وبعدين مش غريبة يا سيادة المستشار ان حزب النور كان معترض على هذه المادة، او كان هناك جدال وهم كانوا بيسعوا وبيدفعوا المرأة للامام ببطاقات ايا كانت البطاقات، اذا كانت صحيحة او غير صحيحة، علشان يدلوا باصواتهم ويكثروا من عدد الاصوات الخاصة بهم؟ لا، هو مش غريب. طبقا لاعتقاد حزب النور هي المرأة موجودة اصلا علشان يعني يوظفوها على حسب ما هم عاوزين، توظف بشكل معين بس في الحدود استكمالا للمادة. وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلا مناسبا في المجالس النيابية على النحو الذي يحدده القانون. المادة دي فيها حاجة يعني انا بقول خدت اكتر من حقها كمان، لان احنا بنقول تعمل الدوله على اتخاذ التدابير الكفيله بضمان تمثيل المراه تمثيلا مناسبا في المجالس النيابيه. احنا نلاحظ ان المواد اللي بتاعه الكوتا بالنسبه للعمال والفلاحين، والماده اللي بتحدد الكوتا بالنسبه للعمال والفلاحين التمثيل، يعني التمثيل المناسب للعمال والفلاحين، والماده اللي بتحدد التمثيل المناسب للشباب وذوي الاحتياجات الخاصه، والشباب وذوي الاحتياجات الخاصه، وفي حاجه ثالثه يعني لا هو الشباب وذوي الاحتياجات الخاصه، وفي حاجه ثانيه انا هنفتكرها دلوقتي. المواد دي ما مشيتش في الدستور، لم يتم الاتفاق عليها واحيلت لرئيس الجمهوريه. انما بالنسبه للمراه الحقيقه الماده ماشت، يعني هي دلوقتي المراه الوحيده اللي بالنسبه للكوتا تم الاتفاق على كل البنود الخاصه بها، بضمان تمثيل المراه تمثيل مناسب في المجالس الماليه دي اوكي. اما بالنسبه للعمال والفلاحين والشباب، والمعاقين، فدول لسه يعني في علم الغيب. استكمال النص كما تكفل للمرأة حقها في اللي هي الدولة، كما تكفل للمرأة حقها في تولي الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة،
والجديد بقى والتعيين في الجهات والهيئات القضائيه دون تمييز ضدها. الاول المراه كانت بتعين بس في هيئه قضايا الدوله وهيئه النيابه الاداريه، ولم تكن تعين في القضاء العادي او في مجلس الدوله. هو في دفعه اتعينت بشكل خاص يعني كده واستثنائي، انما دلوقتي خلاص كما تكفل المراه حقها في تولي وظائف والتعيين في الجهات والهيئات القضائيه، يعني مجلس الدوله، القضاء، النيابه الاداريه، هيئه قضايا الدوله، كله دلوقتي طبقا للدستور ما عادش. وتلتزم الدوله، دي مهمه جدا، وتلتزم الدوله بحمايه المراه ضد كل اشكال العنف. وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل. أشكال العنف ضد المرأة طبعا كانت معروفة، كان في عنف اقتصادي وعنف وعنف جسدي وعنف اجتماعي وعنف معنوي لفظي وكل يعني مثلا عنف جسدي انها كانت بيعتدى عليها مثلا ممكن من الاب او الزوج او من الاخ. عنف جنسي اللي هو التحرش، وان شاء الله هيتم تقنين طبقا للدستور برضه، هيتم تقنين قانون للتحرش وتعريفه واجراء عقوبه عليه. طبعا عنف نفسي، احساسها بضئالتها وعدم اهميتها. فتلتزم الدوله بحمايه المراه ضد جميع اشكال العنف، ودي حاجه تطور جامد. كل ده هينظم على فكره بالقانون. وتكفل تمكين المراه من التوفيق بين واجبات الاسره ومتطلبات العمل. جميل. يعني برضو علشان الاجازه بدون مرتب، اجازه الوضع، كما تلتزم بتوفير الرعايه والحمايه للامومه والطفوله والمراه المعيله والمسنه والنساء الاشد احتياجا. يعني اظن مفيش يعني مفيش اي ثغره فيها نقدر نقول انها اتنست. لا، في حضرتك برضو الماده 89 خاصه بيه، ماده مهمه جدا برضو بتتعلق بالمراه والطفل، ودي برضو تم الاعتراض عليها من حزب النور. انا هقرا الماده وقولي لي حضرتك هم معترضين ليه. تحظر كل صور العبوديه والاسترقاق والقهر والاستغلال القسري للانسان وتجاره الجنس وغيرها من اشكال الاتجار في البشر، ويجرم القانون كل ذلك. يعني احنا عارفين ان الزواج في سن صغيره والاتجار، يعني مثلا تسنين بيسننوا البنات، مثلا بيع بعض البنات لاثرياء كانوا في الخليج وفي بعض القرى في الجيزه، كانت بتتباع بيع وشراء. انا واحده عندها 13 14 سنه بتسنن وبتباع لساري خليجي. او هنا مثلا في اسكندريه في الصيف ممكن واحده تتجوز لمده اسبوع او 10 ايام، ده التجار بالبشر. حزب النور يقول لك لا، هو مصر ما فيهاش عبوديه، انت ليه هو احنا عندنا رق، فانت ازاي تقول رق وازاي تحرم الرق والعبوديه بالرغم ان ما فيش رق؟ لا يا حبيبي، دي مقولة حق يرد بها باطل بطريقة غير مباشرة. احنا ده الرق اللي احنا بنقول عليه، ان بيع بنت عندها 12 سنة او 13 سنة لساري خليجي، او جواز بنت وعندها جواز بنت لمدة اسبوع او 10 ايام من ساري في اجازة الصيف. هو ده المقصود بالمادة، مش مقصود بالمادة ان انا اروح اشتري. بستأذن حضرتك عشان وقتنا بس سريعا هنقول اخر مادة الخاصة بنص الدستور تحديد حد ادنى للاجور والمعاشات. هو فيه في المادة 27 في المادة 27 من الدستور وتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد ادنى للاجور والمعاشات، يضمن الحياه الكريمه وبحد اقصى في اجهزه الدوله لكل من يعمل باجر وفقا للقانون. يعني هنا بنلتزم بحد ادنى للاجور والمعاشات ايضا وبحد اقصى في اجهزه الدوله عشان ما يبقاش ولو ان الدوله في مصر يعني ما فيش حد بياخد يعني الحد الاقصى 42000 جنيه ده او ال 45 اللي هم محددينه. ده الكلام ده في البنوك يمكن او في مثلا في البترول او في القطاع الخاص. في برضه حضرتك في الماده 17 بنستكمل برضو الموضوع ده في مش مادة كلها على بعضها. لا انا بتكلم في حاجات تانية. تعمل الدولة على توفير معاش مناسب لصغار الفلاحين، ودي حاجة جديدة. يعني صغار الفلاحين والعمال الزراعيين. صغار الفلاحين دول اللي هم عندهم ملكيات بس ملكيات محدودة، والعمال الزراعيين اللي ما عندهمش ملكيات، والصيادين والعمالة غير المنتظمة وفقا للقانون، ودي حاجة جديدة. يعني كل مصري هيبقى من حقه ده خبر مهم جدا، لان كان حضرتك قبل ما نلتقي بيك كان معانا بعض من الاراء الخاصه بالعمال ووضعهم في الدستور والمواد الدستور، وهل فعلا بيعبر عن حقوقهم ام لا. فدي نقطه مهمه حضرتك عرضتها ليهم علشان نطمن برضو ان ليهم حقوق مهمه جدا من خلال الدستور. سياده المستشار عبد الرؤوف محمد عبد الرؤوف نائب رئيس هيئه قضايا الدوله، سعيدنا بوقت حضرتك الثمين اللي اعطيته لنا النهارده، ولكن مزيد
من الوقت بننتظره من حضرتك لتوضيح بعض من المواد الدستورية. أنا بشكر حضرتك على تواجدك معنا دايما وسعيدة بمناقشتك معنا في هذه المواد. شكرا يا فندم. بس في حاجه بس عايز نقولها، انا بنناشد كل من اشترك كل من نزل في 30 يونيو انه لازم ينزل، لان دي مساله حياه او موت، دي مساله كرامه، دي مساله حريه، دي انقاذ مصر، دي مساله حياه أو موت. لان الطرف الاخر هيسخر كل امكانياته، عشرات المليارات من الجنيهات علشان ينزلوا يستفتوا. احنا عندنا فلوس بتضخ في مصر بمليارات الدولارات، والناس ما تزهقش. يعني مثلا انا دي مساله حياه او موت بالنسبه لي. يعني اقعد مثلا ساعتين 3 ساعات 7 ساعات انا قاعد زي هو ما بيبات قدام اللجنه. شكرا. سبق لنا هذه الاستفتاءات سيادة المستشار وفي الشتاء والسيول، وكنا بنقف وبننتظر الطوابير علشان نقدر ان احنا نعبر عن رأينا في اختيارنا للرئيس او لاختيارنا للدستور. وطبعا ده دستور مهم جدا، وده يعني مرحلة حاسمة في حياة مصر، ولابد ان احنا نهتم بإدلاء صوتنا في استفتاء على الدستور الجديد. اهلا بيك مرة تانية وصباح الخير، وبشكر حضرتك. صباح الخير يا فندم. شكرا.